هقدم لكم محتوى بتستنوه كلكم، الصدف. تعالوا نعرف أكتر عن الصدف مع الأستاذ خالد. أهلا بحضرتك يا أستاذ خالد. النهاردة عايزين نعرف الصدف بيجي منين وليه اسمه صدف. الصدف اللي هو المحار اللي بيطلع من البحر، هو اسمه صدف. ده في انواع كتير، في بيجي من ماليزيا، وفي بيجي من استراليا، وفي بيجي من امريكا، وفي مصري، في صدف مصري، صدف ابيض مصري. وفيه صدف خليجي من سلطنة، بيجي من سلطنة عمان. ده كله صدف احنا بنشتغل بيه. أحسن نوع حضرتك شايف إن هو الأفضل في الصدف بيكون إيه هو؟ افضل نوع في الصدف واغلاهم اللي هو صدف الابلون، اللي هو الصدف الاخضر ده، اللي هو ده الصدف الاخضر. شايف الاخضر ده؟ هو ده، هو ده صدف الابلون. اوري لك برضه هنا برضه واضح اهوت، ده صدف الابلون. ده اغلى صدف، ده الكيلو منه بيوصل ده اهوت الصدف الاخضر ده. تمام. ده الكيلو ده أبلون لا ده صناعي. صناعي. طب اه ايه الفرق ما بين الصناعي والطبيعي؟ بسيطة خالص. الصدف الماليزي الكيلو منه بيوصل 2800 جنيه، اللي هو ده اللي هو ده الاخضر ده. الكيلو بيوصل 2800 جنيه. ده اغلاهم، اغلى صدف ده في العالم كله، لان الصدف ده بيدخلوه في صناعة الالماس، وبيدخلوه في صناعة مينة الساعات اللي هي السويسري الغالية، وهو غالي جدا. فعشان ده اي تطعيم بيه بيبقى الصدف غالي، وبيبقى العلبة غالية او الحاجة اللي معمول بيها غالية. طب والصدف الصناعي حضرتك بتقول ان هو بالدبوس، يعني ايه بالدبوس؟ تجيبي دبوس وتغرزيه فيه. الصدف عامل زي الحجر، استحالة الدبوس يغرس فيه. انما البوليستر لو جبت دبوس وغرستيه فيه بينزل فيه. تمام. دي الطريقة الوحيدة اللي تعرفي بها الصدف الطبيعي من الصناعي. انا شايفة ان انتوا مش مكتفيين باشكال الصدف او الاشكال التقليدية اللي بتصنع منها، اللي هي عاملين منها اشكال يعني او صناعات، ولكن ما شاء الله عاملين زي الشطرنج واعتقد الضمنة، صح كده؟ احنا عندنا منتجات كتير. احنا مش بنشتغل في الانتيكات والحاجات دي بس، احنا كمان بنعمل جلسات، بنعمل اوض نوم، بنعمل جلسات عربي كلها بتروح الخليج. يعني ايه جلسات عربي؟ الجلسة اللي هي الجلسات الخليجي، جلسات بتبقى بالمتر غير الطقم. يعني احنا عندنا في طقم بالصدف بيبقى عبارة عن كنبة واربع كراسي وثلاث ترابيزات. اما الجلسات بالمتر بتبقى بالمتر. هوريكم الكرسي زي ما انتوا شايفين. الكرسي اللي قدامنا ده ما شاء الله معمول من الصدف، وكمان حتى اللوح يعني هو مش مكتفي بكده والمرايات كمان. وبعدين احنا عندنا الشغل عندنا يعني اقسام. في حاجة شغل زي كده، الشغل اللي زي ده، الشغل ده انا بعمله بايدي، لان مفيش اي صنايعي دلوقتي يقدر يعمل الشغل ده. الحتة الصدف، الطبق الصدف الكبير ده لما اطلع منه حتت صغيرة خالص بطريقة هندسية زي ما حضراتكم شايفين، ده هو الفن. ده مش هتلاقيه في اي مكان تاني خالص. شايفة ما شاء الله في بوكس للمصحف. كريم. ايوه، علب مصحف. دي طقم مبخرة، دي علبة بخور، وادي المبخرة. ربنا يبارك لك. دي برضو نفس الشيء. دي صدف صناعي. بعرفه منين؟ برضو نفس الدبوس. نفس الدبوس برضو، هاتي دبوس وغرزي فيه. تمام. احنا بنشكرك على المعلومه الجامده دي. انا شايفه كمان برضو انتوا عاملين عكاز، نوريه للناس. عصا صدف ده. العصا دي في منها بنوز وفي خشب فنجي متطعم بالصدف. دي الفرق بينهم؟ ده صدف صناعي. تعالى اوريك الصدف الطبيعي، ده الصدف الطبيعي. تمام. في حاجات صغننه جدا ما شاء الله، بصوا حلوه قوي. في هنا حامل للمصحف ما شاء الله، في تنوع للاشكال، وكمان عاملين حجم للمصحف الكبير اهو زي ما احنا شايفين. ده طقم الصدف، طقم تقديم صواني. احنا عندنا فيه تقريبا 10% صدف طبيعي. الحرف ده صدف طبيعي، اما الباقي كله صدف صناعي. وعندنا فيه برضه اللي كله صدف طبيعي، بس بتبقى السعر بتاعها بيبقى غالي. انا بشكر حضرتك جدا، وشكرا ان انت قدمت لنا حاجات قيمة جدا وجميلة. شكرا. شكرا ليكي ونورتونا. شكرا.